جمعة طيبة مباركة على حضراتكم جميعا. بقرار من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو الرئاسي عن الناشط علي حسين المهدي. علي حسين المهدي ده بعد ما كان بيرفع 4 صوابع وبيهاجم الدولة المصرية بكل قياداتها بألفاظ مسيئة جدا. حاليا بيرفع صباعين اتنين من أرض الوطن هنا موجودة في مصر. مصر مرحبة بيه وكل القيادات المصرية مرحبة بيه. ولكن ده أثار غضب الجميع. يعني شق منهم اللي هم باقي النشطاء اللي هم بيهاجموا البلد من الخارج، بيتهموا علي حسين المهدي بالخيانة. يعني كده بما إن هو رجع مصر يعني واعترف بغلطه، يبقى هو كده بالنسبة لهم خاين. بالنسبة للمصريين هنا المحترمين الشرفاء أهل الوطن وأهل البلد، عندهم نوع من عدم الثقة وفقدان الأمانة في علي حسين المهدي إنه وراه حكاية. بس أنا عايز أقول لحضرتك أنت عندك هنا مؤسسات وعندك قيادات وعندك مخابرات مصرية، يعني ما يتخافش علينا من أي نوع. وما تنساش حضرتك لما طلع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قال اللي يقعد في الوطن يحترمه ويخاف عليه هنشيله على دماغنا. وفي كل الأحوال ما تخافوش على مصر، خافوا على اللي يجي عليها. تحيا مصر.